عليا الطلاق. انا اتعشيت فينو وجبنا كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ وفيديو جديد. والله وحشتوني جدا. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لسه ما حطيتش لايك انزل حط لايك بعد اذنك. عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك يا ريت يعني، ولو مشتركش في القناة اشترك. الخبر بتاع الفيديو النهارده مهم جدا، ومن اهميته الناس بتتكلم عليه. انتوا متخيلين؟ حمدي عمل الغاء متابعه لوفاء. شفتوا قد ايه الخبر مهم؟ الدنيا بتخرب من حوالينا. مش عايزين نطول كتير في المقدمه، تعالوا نشوف ايه الموضوع. حمدي عمل إلغاء متابعة لوفاء وهي فتحت قناة لوحدها، وخلال ساعات كانت محققة ملايين المشاهدات ودخل لها أرباح، وما ظهرتش غير هي وعيالها بس فيها، وسمتها عائلة وفاء في تركيا وغيرت اسمها لتركان، وده بعد نقلهم للشقة الجديدة في أرقى كومباوندات تركيا. بقى ده العشم يا وفاء؟ بقى من بعد ما الراجل عمل لك ستايل جديد وقلعك الحجاب وقلع بنتك الحجاب وروق عليكم، والراجل يعني مش حارمكم من الحاجات اللي احنا مش حابينها دي، وفي الاخر تعملي له الغاء متابعه وتعملي قناه لوحدك وتسميها عيله وفاء؟ هو ده الوفاء يا وفاء؟ مع بداية الدراسة حمدي ووفاء كانوا خلصوا نقل من الفيلا للشقة، وأول يوم دراسة راحوا العيال مدارسهم من الشقة. وفاء أول ما دخلت كان نفسها تزغرط، وحمدي منعها وحطوا في مدخل الشقة علم تركيا. طب بس يا جماعه انا عندي سؤال، هما لسه ناقلين في شقه جديده في ارقى كومباوند في تركيا. انا معرفش هل هما كده رجعوا ورا ولا هما طلعوا لقدام صراحه، لان المفروض ان هما واخدين فيلا خاصه بيهم وحمام سباحه وحاجه كده يعني. فانا مش قادر اعرف بقى هل ده هما رجعوا خطوه لورا، يعني مثلا حياتهم اتغيرت الماديه او ايا كان. ما هو صراحه ربنا اللي بيعملوه في القناه الفتره دي ما يخليش مصدر مكسبهم الاساسي هو اليوتيوب. لا يمكن بقى، لان احنا عارفين حمدي ووفاء من زمان ما كانش معاهم الجنيه. مصدر مكسب الناس دي ايه؟ انا والله اعلم شفت حمدي كان بيعمل اعلانات للتداول، فاعلانات التداول دي اصلا منصه كلها نصب وكلها بتاع. فهل انتوا بقى بتجيبوا فلوسكم دلوقتي من مصادر اللي فيها نصب على الناس، فيها احتيال على الناس؟ عندهم 3 أوض وحمامين وسبا، والمطبخ مجهز من مجاميعه، وكل العفش على ذوق وفاء واختيارها. وعملوا جولة في الشقة لتشطيبها ألترا سوبر لوكس. وفاء كانت فرحانة فرحة عمرها، كأنها لسه عروسة وكأنها أول مرة تسكن في مكان حلو، وده رغم إنهم كانوا عايشين في فيلا يرمح فيها الخيلة، ولكن هي متحمسة جدا لحياتهم الجديدة وكل الإمكانيات والرفاهيات اللي في الكومباوند. نزلوا الكومباوند جربوا كل حاجة وتفسحوا شوية، وتاني يوم كان أول يوم مدرسة، وصحيوا كلهم من بدري علشان يجهزوا. طب ما هم مع بعض، هم لغوش المتابعه ولا سابوا بعض ولا كل الكلام ده. القصه فين بقى؟ احنا عايزين دلوقتي موضوع ان هم الغوا المتابعه، فين هي؟ انا مش شايف الغاء متابعه ولا شايف ان هم انفصلوا ولا كل الكلام ده. وفاء جهزت فطار ملوكي. الأولاد راحوا المدارس، ونزلت وفاء وحمدي يشتروا طلبات المحشي اللي نفسه فيه، وانبهروا من الماركت اللي جنب الكومباوند وإن كل حاجة طازة فيه. ولحد ما جهزت المحشي كانوا الأولاد رجعوا من المدرسة وأكلوا الوليمة اللي عملتها وفاء. وبدأت وفاء تنزل الجيم، ونشرت صورة ليها وهي بالعباية والطرحة، والكل استغرب إطلالتها، ولكن أكيد مش ده لبس الجيم. نزلت الجيم يا وفاء وبالعباية والطرحة؟ والله بكرة الجيم هيغريكي ويخليكي تقلعي العباية وتقلعي الطرحة كلها بقى. يعني خلاص هي نص الحجاب اللي انت دلوقتي فرحانة بيه دلوقتي، انا عارف ان هو هيطير في يوم من الايام، او اكيد انتوا شايلينها انكم تعملوا بيها ترند تاني. ده اللي احنا تعودناه عليه منكم يعني. لكن موضوع ان هي تعمل قناة وان هي تلغي له المتابعه بتاعته حركه مقصوده علشان الناس تطلع تتكلم زي ما انا ما طالع بتكلم كده، ونفضل نلف حوالين حمدي ووفاء وبترنداتهم الفكسانه والخربانه كلها. عليا الطلاق. انا اتعشيت فينو وجبنا كمان. والله العظيم انا كنت مفكر ان كروان ده اكتر واحد مجنون في البيت، طلع اللي فيه اللي اجن منه. يعني انا معرفش ابوه الفتره دي عامل قلق فظيع. بعدين هو خد الترند اللي هو كان طالع بيتكلم فيه، لما واحد بيقول له اتعشيت ايه قال له اتعشيت فينو. تعملوا اغنيه؟ انتوا ايه الفضل اللي انتوا فيه؟ او ده مش فضل، ده هطل ولانشون كمان. وانا كلت القيصر كله. وانتصرونا يا جماعه الحاج علي مع الكروان في اغنيه جديده اكتساح مصر 2026 ان شاء الله. انا كلت القيصر كله. يا ريت القيصر كان وقف في زورك جاب اجلك وارتحنا. ان شاء الله مبروك، ومستنيين الاغنيه اللي هتكسر مصر كلها يا عم علي يا كروان، انت وابنك كروان. ايه يا اما ده؟
بشري البيتزا تاخد معايا. تحفة. معنا يا ملك. يا مين؟ ايه يا حاجه ده يا حاجه؟ وبعدين مين اللي بتقول تحفه؟ وبعدين دي مش محتاجه سكينه، ده عايزه اجنه وشاكوش. وايه الحروقه اللي على الوش فوتي؟ اللي بنجيبها من بره؟ والله لو دبت السكينه في الصينيه هتبقى اطرى من اللي هي عماله تشد وتنحر فيها عشان تقطعها دي. لا هم يجيبوها احسن من بره صراحه، مش محتاجه انك انت تعاتبيهم عشان يجيبوها من بره. بيقول لك واحد ارهابي اتقدم لواحده ارهابيه قالت له استنى المفجر في الموضوع. ما يقدرش ما يعديش حفله او يعدي مناسبه الا لما نسمع النكت البايخه. بس الصراحه دي حلوه يعني، انا عجبتني. هو ليه؟ الواحدة تيجي تقول لك انتوا من غيرنا ما تعرفوش تعيشوا. ليه يا ياما؟ ما نعرفش ليه شوية بطاطس؟ جبناهم، قشرناهم، وقطعناهم، وحطيناهم في حروق من الدرجه الاولى، البقاء لله يا شباب. بعد كده ما تبقوش تسخروا من البنات وتقولوا ان انتوا من غيرهم تقدروا تعيشوا. لا خلينا نتفق مع بعض، الحياه من غيرهم ما تنفعش. وانت كراجل مهما كنت بتعرف ترمي البطاطس في الزيت، هي سبحان الله ما بتتحرق، انت تتحرق. هي تتحرق ما تتحرقش الصراحه. هاي hello there perfect واو رجعت انا رجعت. الصوت ده جاي منين؟ ده في صوت حاجه بتتكلم، بس جاي منين؟ to be honest آخر فيديو كان شوي وإنه أنا تأثرت بشغلات ما كان المفروض أتأثر فيها. وبعدين في رقه البنات، بس دي مش رقه البنات. انت قعدت ترققي في صوتك لحد اما بقى دي مش رقه حضرتك. يعني لو انت فاكره ان دي رقه، دي مش رقه خالص. بس للأسف صارت I'm just a human يعني it's okay بتصير. فإنه أنا هلا رجعت صراحة شفت كتير حب من ناس كتير، مثل ما شفت كتير ناس كانت كرهانتني، لقيت في ضعف الحب. كانت كتير ناس عم تبعتلي فانزاتي، عم يبعتولي على كل مكان بدو يبعتولي منه. مش فاهم حاجه. يعني تكلمي طبيعي زي البني ادمين. يعني انت عايزه تفهميني انك انت بتتعاملي معاهم كده في البيت؟ انت لما بتدخلي السوبر ماركت او بتدخلي تجيبي تشتري اي حاجه، هل انت بتكلمي البياع بالطريقه دي؟ يعني انت لو عايز حاجه، خلينا كده نعمل بروف. انا راجل بياع واقف في السوبر ماركت وانت داخله تشتري عليها حاجه، انا مش هفهم. في النهايه هجيب من جنبي مبيد حشري وهرش واخلص. فيسبوك، سناب شات، ايميلي، حتى في مشاهير كتير حكت معي كانت قاعدة عم تنصحني، عم اقول رغد انت كتير نجحتي، انت عملتي شي كتير واو، انه مستحيل توقفي، هلا ما بيصير وهيك غلط، وكانوا يطمنوا علي. فانا شفت كتير دعم to be honest، ومن فانزاتي بالذات كان كتير واو. يعني انا نفسي صراحه اعمل رياكت على اللي بتقوله، بس والله ما فاهم ولا كلمه. نفسي يعني ما اعرفش انا ومش عارف ايه لازمه الفيديو ده اصلا. يعني ماشي. احلى شيف احمد هيعمل لنا احلى كوبايه سبرايت. الشيف احمد هيعمل لنا كوبايه سبرايت هيطبخها؟ يعني طريقه عمل السبرايت في البيت ورينا يا شيف احمد. تسلم ايدك يا شيف. يخرب بيتك يا شيف، يخرب عقلك. ايه ده انت عملتها ازاي دي؟ السر في التلج يا جدعان، بعد كده استخدموا التلج. دي طريقه عمل السبرايت. عارف انا اللي هو شبح الفرح اللي هو بيقف ده، ولما بيشوف لمة بنات بيحاول يعمل اي حركات غريبة كده عشان يلفت الانتباه. في واحد ورا غرق الازازة كلها على شعره، حركة جديدة ماشي. اتفضل بقى ابو نوره للتنوره. هو بس كان ناقصه التنوره، بس هو عملها بشعره. الله اكبر عليه. كل البنات بتحبك دلوقتي وبتموت فيك. هو لسه لحد النهارده حد ممكن يشغل اغنيه الواد ده ابو شل في شعره اللي مبلط في الديسكو؟ ماشي، ممكن تمشي موضه جديده، زي مثلا دلوقتي بنشوف غنوه كاجولو محمد هنيدي بتشتغل. على فكره دي بنت هبه قط. صراحة أنا محروق لها قوي. أنا لحد إمتى هفضل أتحرج للناس كده؟
هو العريس ماله اندمج قوي كده، وبعدها بتقول له تعالى هنا وقول واندمج، يعني هو يا انا ياما على اللي انا فيه واللي انا بشوفه. تشرح، يعني هي بتشرح الأغنية، مش عارف بصراحة أغاني خلصت ولا إيه عشان نشغل الأغنية دي النهاردة في سنة 2025. وبس وصلنا لآخر الفيديو. النهاردة كانت جولة عشوائية على التيك توك، فيديو سريع. إن شاء الله هشوفكم بكرة في فيديو جديد كمان. نحاول بقى نشد شوية في القناة الفترة دي، أهملنا شوية في القناة وما كانش في التزام، بس إن شاء الله الفترة الجاية والأيام اللي جاية كلها هتبقى التزام إن شاء الله. لو وصلتوا معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا. لو لسه ما حطيتش لايك حط لايك، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.